مكياج، بس هالمرة مكياج خرج مناسبات، ورح نكون كمان عم نجرب مستحضرات جديدة كمان من شي جلام، لأنه حبيتوا هداك الفيديو سو قررت أعمل بارت 2 تتعرفوا شو اللي لازم يرفقكم بال 2024 من مكياجات، وحاط لكم كل الديتيلز عن البرودكت كلهم. والحلو انه فينا نعمل فول فيس ب affordable amount. سو خلونا نبلش. وما قلت لكم مرحبا يا حلوين اليوم، بس انا عم قولها جوز عم يفتح التشيبس. بالبرايمر عم بستخدم البيرث داي سكين برايمر، اول مره بستخدمه. حلو التكستشر تبعه، ساتسفاينج، كتير حلو التاتش تبعه، بيصير وشكن فيلفت عليه، يعني كأنه مرطب بس هيك في طبقة كتير ناعمة. I like it. خلينا نشوف الميك اب كيف بيطلع عليه الفاونديشن. ستيب 2 الفاونديشن. رح نحط من الكومبلكشن برو لونج لاستنج بريذبل فاونديشن، كتير بحبه كمان، كتير رح تحبوه. اتس فول كفرج فاونديشن، وبيعطيكم فينش كتير حلو، وبنفس الوقت منه تقيل على الوجه. حنبلش نحط، ما تكتروا لانه هو كتير بمد مثل ما شفتوا. فوالا، دايما خلوا an eye on Instagram لانه في سربرايزز ناطرتكم هونيك، في مفاجآت. ال 12 hours full coverage concealer من اجمل الكونسيلرز اللي ممكن تستخدموه. اتس فول كفرج. لهلا البرايمر والفاونديشن والكونسيلر انا بعطيهم 9/10. الكونسيلر بعطيه 10. هلا محمسه كتير جرب مستحضر ولا مره مستخدمته. خلونا نشوف. اوه ماي جاد، كله اوه ماي جاد. اوه اتس كريمي. كتير حلو الإفكت تبعه، بيعطي فينش كأنه مخملية، يعني فيلفت فينش. I loved it. هلأ حنعمل كونتور ناعم أكيد بالجولدن سان شيد، كتير بحبه لأن ناعم وبيعطي لون بنفس الوقت ديسنت حلو للوجه. هلأ كونتورينج تحت البلاش هيك شوي، كمان بنعطيه 2 minutes أو 1 minute قبل ما نعمل بلندينج. هيدا الشيد اسمه جولدن سان، كتير بحبه أنا. هالقد بدنا إياه يكون عاطي لون هيك فاتح. هلأ رح ثبت بالإنستا ريدي لوز باودر كمان بنفس البلندر. فوالا، حكون عم بستخدم الهاوس باليت من كولكشن هاري بوتر. كتير حلوة كولكشن هاري بوتر، للي ما شايفها او ما بيعرفها شوفوا قد حلوين الالوان. كتير عبالي لعيون الجليتري الزيتي، عرفتوا هيك الاخضر الجليتري الزيتي الجليتري، فهيك حنكون عم نعمل. حطيت تيبس لتسحب العين مزبوط. كمان صبايا، هي طريقة كتير حلوة للاي شادو اذا ما بتعرفوا تسحبوا العين مزبوط. منطبق لون البني بهالشكل كفيرست ستيب. نفس الشيء حاخد شيد اللي اسمه determination واعمل شوي بلندنج لطرف البني فيه، اوكي، شوي صغيرة. نصير نعلي هيك بشكل ناعم لفوق لنكسر شوي اللون. شفتوا قد ايه بطريقة ناعمة؟ هلا بدنا ناخد شيد ليدرشيب. صرنا 3 ألوان، بس 3 ألوان سهل الشغل فيهم. بدنا نحط هالشيد بالنص، شفتوا؟ هيك كأنكم عم ترسموا راوند. صار دور هول التو شيدز. اول شي حناخد الفاتح، الفضة هيك على فضة. I love it. حاخده باصبعي لان ما بدي اياه قوي كتير وهن very pigmented، وراح حطه اول شي
بهالشكل فوق اللون الزيتي اللي طبقته. ما تقوى كتير. هلا صار دور اللون الاخضر، وكمان بدنا اياه بشكل كتير ناعم. حاخد فلافي برش، حط عليها الجليتر الاخضر ورشهم بهالشكل. وهلا منظبط من ورا شو بده بلندنج، ومنطف تحت العين وراح ارجع لكم. زدت هيدا القلم البني بقلب العين وتحت العين شوي. هيدا القلم من كولكشن ليف تو روم، كتير حلوه هالكولكشن من شيك لام. وهلا رح انهي العيون وارجع لكم بالليبستيك ونخلص البيز كليا. هلا الفلورال بلاش باليت من شيك لام، كتير محمسه انه نجربها. رح احط شيد اول شي الكورال بيلز، هيك شيد ناعم وبيلبق مع الزيتي اهم شي، كتير حلو. واخر شي ليبستيك وليب لاينر. البلاش بعطيها 8/10، كتير حلوه. الاي شادوز مش جليتر بعطيهم 8/10، بس الجليتر عملوا كتير فول اوت، مشان هيك بعطيه 6/10. بس الاي شادو المات اميزنج بعطيه 8/10، بيستاهل 9 كمان. مع انه ناشف بس كتير حلو الإفكت تبعه على الشفاف، هيك الإفكت ناعم. ليبستيك 10/10، ليب لاينر 9/10. nothing. ضفت شوي برونزر وهيك بيكون خلص المكياج. ان شاء الله تكونوا حبيتوه وجربنا كل هالمستحضرات لتشوفوا عن جد ان اونست ريفيو، يعني ريفيو صريح وواضح لكل مستحضرات شيك جلام، لان احنا بنعرف قد ايه عم بيكونوا ترندنج اون تيك توك وان انستغرام وكلكم عم تتحمسوا لتجيبون. انا كتير بيهمني تجيبوا قصص عن جد حلوه وتفيدكم. كل المعلومات بالديسكربشن بوكس. خبروني انتم اي مستحضر حبيتوا اكثر شيء، واذا طبقتوا المكياج شاركوني صوركم على انستغرام. بشوفكن next week. باي.